هذا الجسر يسمى قاضية شوكيا أي جسر الماعز. فما قصة وراء تسميته بهذا الاسم؟ هناك أسطورة تقول إن أخوين كانا يرعيان الماعز ووجدا كنزا في الغار. أحدهما قرر أن يبني بهذا المال مسجدا، أما الآخر فبنى هذا الجسر. وفي المعلومات التاريخية تجد أن هذا الجسر يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، وهو عصر مهمد باشا سوكولوفيتش، وهو الجسر الوحيد الذي احتفظ بشكله العصري ولم يتغير قط حتى يومنا هذا. في العهد العثماني كان هذا الجسر مكانا يستقبل فيه الوزراء العثمانيين. كان يخرج أعيان المدينة إليه ليستقبلوا الوزير، وكان هذا من المناسبات المهمة في سراييفو. يذكر أيضا أن بعض الشباب كانوا يقفزون من هذا الجسر في نهر ميلاتسا، وهذا كان أمرا غريبا وصعبا لأن النهر ليس عميقا هنا، وبالمقابل هم كانوا يحصلون على بعض الأموال من الوزير. يذكر أيضا أمرا غريبا وصعبا تسميتنا. أما الآخر فبني هذا الجسر. أن النهر ليس عميقا من الوزير.